السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله طيبين وإن شاء الله تكونوا بخير ونعيم في أتم الصحة والعافية. رشح في بعض الأخبار تعاقد الهلال مع المدرب الروماني ريجي كام، والناس تناولت الخبر بين مؤيد وبين معارض لهذا التعاقد مع هذا المدرب، وفي ناس بتنظر إنه المدرب أغلى قانون الهلال. يا عزيزي، نحن ما نحكم حكم مسبق على هذا المدرب. المدرب عنده سيرة ذاتية محترمة جدا جدا، وبداها من عام 2009 بالدوري الروماني ودرب فريق بوخارست. كلنا بنعرف بوخارست، حقق معاه لقب الدوري الروماني مرتين وكاس رومانيا وكاس السوبر الروماني. انتقل للهلال السعودي في عام 2014 ووصل مع الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا وخسر النهائي. غادر الهلال لأسباب فنية وأسباب إدارية أدت لمغادرته الدكة الفنية للهلال السعودي نتيجة لتدخل زوجته، لأنه زوجته هي وكيلة لاعبين في صفقات وتدخلت في أشياء كثيرة أدت إلى مغادرة هذا المدرب. بعديه درب الوحدة الإماراتي وحقق معه كاس الإمارات مرتين وكاس السوبر الإماراتي، وانتقل للوصل الإماراتي والأهلي السعودي ودرب العديد من الأندية. آخر تجاربه كانت مع الطائي السعودي، ومنها انتقل للترجي التونسي. برضو مع الترجي التونسي قدم مستويات ممتازة في البطولة الأفريقية وفي الدوري المحلي، لكن تمت إغالته من الترجي نتيجة لتدخل الإدارة في الشأن الفني، وهو رفض التدخل. الإدارة كان عندها بعض العناصر وبعض اللعيبة عايزاهم يشاركوا بصورة أساسية وهو رفض الحاجة دي، لذلك تم إنهاء العقد بيناتهم بالتراضي. الأسلوب التدريبي بيعتمد على أسلوب هجومي وطريقة البناء من الخلف والاستحواذ على الكرة بشكل ممتاز. بيستخدم طريقة 4-2-3-1 و4-3-3، وبتميز بالانضباط داخل الملعب. أبرز الألقاب التي حققها والإنجازات التي حققها هذا المدرب: الدوري الروماني مع بوخارست مرتين، وكاس السوبر الروماني، وكاس السوبر الإماراتي، وكاس الإمارات. دي أبرز الإنجازات لهذا المدرب. لذلك نحن كمشجعين وكمتابعين للهلال ومحبين للهلال، نحن بطبعا بنحب الكرة الهجومية، لكن برضو كمان نحن ندعم المدرب وندعم اختيارات المدرب. والشيء الحاب بقول لكم، المدرب ده ما اختاره العلايقي ولا اختار السلطات، اختارته لجنة فنية في الهلال ولجنة الرصد، واللجنة المسؤولة من اختيار اللعيبة وترشيح اللعيبة هي اللي اختارت هذا المدرب ورشحت هذا المدرب مع عدد من المدربين. لكن كمان بالنتيجة لوضع السودان والظروف والحاصل، الهلال تفاوض مع عدد كبير من المدربين وعدد كبير من اللاعبين، معظم رفض، لكن هذا المدرب وافق على المجيء للسودان، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق ونشوف مدرب ونشوف إن شاء الله فريق محترم جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واعملوا شير ولايك لهذه القناة.